شفت اعلان تعالي اعملي بوتوكس ب 200 وخدي عليهم جلسه فيلر ببلاش. ايه الفرق بقى بين بوتوكس وبوتوكس؟ يعني ده ب 10000 لكن ده ب 300 جنيه. هل في نوع ممكن يعمل حساسيه وخطر؟ 300 ده مش بوتوكس اصلا، خلينا متفقين يعني مفيش بوتوكس ب 300 ليه؟ ده انا شفت اعلان تعالي اعملي بوتوكس ب 200 وخدي عليهم جلسه فيلر ببلاش كمان. يعني تقريبا ببلاش، جاي لهم تهريب او حاجه ما تفهميش ايه ده. حتى لو ببلاش مش هيبقى كده يعني اكيد ليه ثمن. المفروض المشكله ان يعني احنا لما بنشوف حاجه زي كده احنا نفسنا بنقول هي عملتها ازاي ولا حالتها ايه، مش عارفين. بس بستغرب جدا ان بلاقي ان في ناس they go and they try، حتى لو هو في الاخر هيطلع ميه، هيطلع whatsoever اللي هي حاطاه، بس they just buy the idea. انا مش عارفه ليه ناخد الريسك اصلا. ازاي مش عارف؟ احنا نحقن ماتيريال مجهوله الهويه ومش عارفين ايه هي ازاي يا رنا بتختاري نوع البوتوكس اللي انت شايفه ان هو هيكون مناسب للبيشنتس؟ اكيد بختار ذا موست هاي كواليتي، والحاجه اللي هي FDA ابروفد واللي انا متاكده انها مترخصه وانها تمام وانها مش هتضرها في اي حاجه. في انواع ما بتبقى مجهوله المصدر وبتكون انتي بوديز وبتخلي الجسم ريزيستنت اصلا بعد كده للبوتوكس. يعني في حاجات ناس بتستخدم حاجات صيني وحاجات زي كده، دي لما بنحقنها مره عدت، تيجي انت تحقن المره اللي بعدها لا مش قادر يجيب افكت، خلاص جسمك كون انتي بوديز فما بقى ما بيشتغلش. فدخلنا في مشكله جديده ان لا ده بقت محتاجه تحقن كل شهرين 3 لانه مش جايب اي افكت خاص من الاجسام المناعيه اللي جسمها كونها ضدها.